السلام عليكم صديقاتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه وافضل الاحوال ان شاء الله يا رب. الفيديو نتاعنا كيفاش نديرو نحضروا التاكوس في المنزل. تابعوا معايا الطريقه والتفاصيل نتاع التحضير نتاعها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. بداية صديقاتي حبيت نقول لكم انه خبز التورتيلا راني شاريته مانيش خدمته في الدار. كنت حضرت بطاطا مقليه، وكان عندي شويه سلطه، وكان عندي الكفته ولا صدر الدجاج. رحيته وطيبته مع البصله والتوابل، يعني قليت البصله وقليت مع هذيك الكفته تاع الدجاج. ولا عندك كفته واحده اخرى تاع خروف او عجل او اي نوع، قليها وطيبيها غايه مع التوابل اللي تحبيها، فلفل اسود، ملح، كركم وزنجبيل بطبيعه الحال. تقليهم غايه حتى يطيب لك هذاك اللحم، وتخليه يبرد باش تحشيه في الطاكوس تاعك. بدايه صديقاتي انا واش ندير، درت لي صوص اللي عندي مايونيز وكاتشب. وانتيا الا تحبي ديري اي نوعيه من لي صوص، كاين صوص الجيريان، كاين صوص فروماج، كاين بزاف لي صوص اللي تحبيهم انتيا. بعدها درت طبقه من لي فخيت، الا كانوا ولادك ما يبغوش لي فخيت والزوج تاعك ما يبغوش لي فخيت لداخل، ديريها فقط باللحوم المتوفره عندك. انا درت طبقه بهذه الطريقه، كنت دايره زوج ديال الخبزات تاع تاكوس. وبعديها صديقاتي واش رايحه ندير، رايحه نضيف كامل المكونات اللي عندنا. غادي نرابي شويه تاع الفرماج اللي عندي، كان عندي ايدام. وانتي ثاني شوفي النوعيه نتاع الفرماج اللي تحبيها وتحبي الطعم نتاعها. ربيتها بهذه الطريقه صديقاتي. كما قلت لكم اي نوع من الفرماج ديريه، المهم يكون من هذاك الفرماج اللي يذوب ويجي شباب. وايضا يعني كي تحلي الساندويتش تاعك يجي مفرمج الله عليه. بعد هذه المرحله صديقاتي نمشي نضيف هذيك الكفته اللي كنا طيبناها مع بعض. قبل هذا درت شرائح من الفرماج، كما كتشوفوا الجبن تاع البرجر ولا مربعات. انا نستخدم فرماج شيزي، يعجبني بزاف، فيه طعم شباب ويجي شباب في لي ساندويتش. بعدها كما قلت لكم نضيفوا هذيك الكفته تاع الدجاج اللي كانت عندنا. وكما قلت لكم اي نوع من اللحوم ضيفوها. ما تنجمي ديري في طاكوس، ديري طاكوس شاورما ولا ديري طاكوس تاع كفته تاع خروف ولا بقر ولا اي نوعيه. انا احيانا صديقاتي كي ما يكونش عندي اللحوم ندير تاكوس بالتونه، ويجي واحد الطعم رائع والله يا البنات، خصوصا اللي ما همش مجربينها جربوها وذوقوا البنه كيش شابه. هنايا السلطه خاص اختياريه، اللي يبغوا يديروها ديروها، واللي ما يبغوش معليش، يعني عادي حسب الاذواق. المهم الذوق يجي شباب ما شاء الله. كما كتشوفوا راني نعمر فيها لانه حنايا نحبوا السلطه. صديقاتي اللي ما كنتش مشتركين بالقناه، نتمنى ان شاء الله تشتركوا بالقناه، لانه الفيديوهات القادمه راح نشارك معكم الخبز تاع التورتيلا، خبز الساندويتش، كامل انواع المعجنات. وراني مشاركه معكم عجينه البيتزا في فيديو سابق، نتمنى ان شاء الله تدخلوا تشوفوه ويعجبكم ان شاء الله. كما قلت لكم نستعملوا كامل الاجبان اللي نفضلوها. راني درت فرماج تاع موتزاريلا، ولكن انا هذا الفرماج صراحه ما عجبنيش، يعني مش كما الموتزاريلا، ايغو موتزاريلا، وما في حتى ما يدير حتى مفعول في الساندويتش ولا في البيتزا. ما رايح لا يذوب لا يدير لك هذيك ذيك التكتيله نتاع الفرماج. فقط ضيعت دراهم وخلاص. ومعذره من اللي يحبوه، ولكن الله غالب ما عجبنيش، فقلت لكم رايي بصراحه فيه. بعدها نطويو بالخبز نتاعنا. وبزاف اللي ما يعرفوش الطريقه نتاع طي الخبز، تطويه من الجوانب بهذه الطريقه. وبعديها
يعني تزيري الساندويتش تاعك مليح مليح باش ما يجيش فارغ من الاطراف ويجي الخبز فارغ. وبعديها تطويه بهذه الطريقه اللي كنت تشوفوا فيها. هكذا يجي عندك واحد الساندويتش يعني انيق وجميل. كما قلت لكم صحاباتي، واللي بغات تزيد كاش صوص حاره ولا صوص الجيريان ولا صوص هريسه ولا اي صوص تضيفها وتزيد لها واحد النكهه رائعه. بعدها تديها البانينياز ولا تديها كاين اللي عندهم هذوك لي مول تاع كيما نقول حنا طواجين اللي فيهم هاد الخطوط. دير لكم خطوط، واللي ما عندهمش صحاباتي ديري غير في الطاجين، طاجين عادي. المهم يدي لك واحد التقرميله ويجي يعني كيما نقولوا حنايا كريسبي من الفوق، مقرمش من الفوق الساندويتش تاعك غير في طاجين عادي، وتكرازيه بكاش عفسه هكا من الفوق ويجي مقرمش كما كتشوفوا. الشكل نتاعها جا هايل تماما كما نتاع المحلات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، و تجربوه لوليداتكم الى مازال ما جربتوه. والفيديوهات القادمه نشارك معكم وصفه عجينه التورتيلا ووصفات اخرى من السندويشات. ابقوا في القرب، تهلاو لي في رواحكم. نتلاقاو في فيديو اخر والى الملتقى.